والرب ده مش عجيب، اللي بيتدخل في كل صغيره وكبيره، ده اللي بياخد بنصية الدابه ويخلي النحل يتخذ من الجبال بيوتا وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ويعرف كل عدد الثمرات وما تحمل من انثى او تضع الا يعلمه. ولو وقعت دبانه في اكل يبقى هو اللي وقعها، ولو الشتاء اتمنع يبقى هو اللي منعه، ولو نزل يبقى هو برضه اللي نزله. انتوا مش شايفين ان كل دي حاجات تافهه بتشغلوا الهكم بيها؟ وانت شايف ان الاله يستحق الربوبيه لو ما عملش الكلام اللي انت قلته ده كله، ولا ياخد اجازه بقى ويسيب خلقه يعملوا اللي هم عايزينه وياكلوا في بعض؟ انت الرب في نظرك ايه بالظبط؟ انه يكون قاعد كده عاطل ما بيعملش اي حاجه، ولا بيسمع ولا بيشوف ولا بيستجيب؟ بعدين انت جبت منين معلوماتك اللي تستدل عليها ان الموضوع ده تافه ما يستحقش تدخل الاله، وموضوع غيره خطير ولازم الاله يتدخل فيه؟ الدبانه اللي انت شايفها تافهه ومش مهم انها وقعت في الاكل دي ممكن تغير التاريخ كله. والله زي ما بقول لك كده، ممكن الدبانه التافهه اللي وقعت في الاكل دي تكون حامله المرض الكوليرا مثلا، تنقل المرض ده لجيش كامل، هتحول كافه النصر من جيش لجيش، تبقى الدبانه التافهه دي غيرت مجرى التاريخ كله. هي مش ناموسه برضو اللي قتلت الاسكندر الاكبر ولا ايه؟ اتفه المقدمات يا صديقي ممكن تعمل اخطر النتائج، واخطر المقدمات ممكن تنتهي باللا شيء. الهنا الله الذي احاط بكل شيء علما، الاله السميع المجيب المعتني بمخلوقاته.